اكبر مشكله بتخلي ملاك العربيات الام جي وخصوصا العربيات الام جي 5 اما بيعطل الفتيس بتاعهم بيلفوا حوالين نفسه بيسمعوا 100 كلمه و100 راي، والحقيقه ان ده ليه سبب. الاعطال ما بتبقاش باينه وواضحه مجرد ان الفتيس بتاعك بيقرا اعطال معينه. باشمهندس خالد هيشرح لنا دلوقتي ايه هي الاعطال اللي بتظهر وليه محدش بيبقى عارف العطل اللي فيها ايه بالظبط وتكلفتها قد ايه وعمرتها ربع عمره ولا نص عمره ولا عمره كم فتيس. احنا هنبدا الاول العطل اللي بيظهر مع العميل نفسه. العطل العربيه بتكون ماشيه تمام مفيش اي مشكله، تبدا تعمل تفويض لمده حوالي سنتين. دواسه البنزين بتفوت وبعدين لمبه التشيك انجن بتنور مباشره. 5 دقائق 10 دقائق مع المشي لمبه التشيك انجن بتطفي تاني، وكل فتره بيحصل التفويضه دي. بيقراها على جهاز كشف العطال بيدور معاه بي 0700، ده كود العطل. العطل نفسه بيبقى مكتوب تورك كونفرتر كلاتش، وساعات بيكون مكتوب تورك كونفرتر كلاتش اوفر ستيب. دي مشكله ودي مشكله تاني. تعال نشوف بقى المشكله نفسها ايه. القربه دي اسمها تورك كونفرتر كلاتش، اللي العطل المفروض الجهاز كشف العطال بيطلعها. دي هنستبعدها لان هي مش ما بيكونش فيها العطل. الاجزاء المؤديه ليها اللي هي اصلا المفروض بتحكم الزيت عشان توصله للقربه دي دايركت، هي اللي بيكون فيها الخلل، فبتبدا تاثر على القربه، فبالتالي القربه هي اللي بتسجل. طيب الكلاتشات ديت اول حاجه دي بتكون مسجله تورك كونفرتر كلاتش فقط مش اوفر ستيب. دي بيكون في المشكله هنا الكلاتشات دي ليها خلوص بيكون التاج، فدي احنا بنغيرها والمشكله بتتحل. لكن لو موجود تورك كونفرتر كلاتش اوفر ستيب بيكون في مشكله في حساس هنا في البودي فالف، هو اللي عامل المشكله، ما بيرفعش ضغط الزيت اصلا يروح للكلاتشات او للقرب، فبالتالي هتسجل نفس طول العمر. واحنا طبعا بنبقى حنين في زي ما حضرتك شايف، بنكشف على البلي، نكشف على الدرامات، لان الدرامات دي لازم ليها تتحكم بولسات معينه عشان برضه ما تهربش زيت وتعمل نفس المشكله. البلي هنا بيبوظ بسرعه، في بلي معين لازم بيتشال بزرجينه معينه بحيث ان هو ما ياثرش على اي زور الفتيس او اي جلبه تاني. بس بننصح الناس تروح مركز متخصص يعرف يشخص العطل صح، ما تلفش حوالين نفسك، او ممكن تيجي ام جي كورنر وتريح دماغك. تبقى وفرت على نفسك ووفرت علينا.